مساء الخير. حديث الليل مش بس أخبار، حديث الليل حكايات بيوت. النهاردة هنتكلم عن رقم كبير قوي، بس اللي أكبر منه هو الوجع اللي وراه. تقارير اقتصادية بتقول إن ديون الأسر المصرية وصلت لحوالي 1.5 تريليون جنيه، يعني تقريبا 30 مليار دولار. رقم يمثل حوالي 7% من الناتج القومي. الرقم ممكن يبان عادي لو بصينا عليه بعين الاقتصاد، لكن لو بصينا عليه بعين الأب وعين الأم هنفهم إن الرقم ده قسط في بيت، توتر في بيت، وممكن سكات في بيت. خليني أقولها بصراحة، الدين مش عيب، العيب إن الدين يتحول لحياة. زمان كنا نستلف علشان ظرف، النهاردة بنستلف علشان نعيش، علشان نكمل الشهر، علشان نمشي الدنيا. قسط موبايل، قسط أجهزة، قسط عفش، قسط عربية، وفي الآخر المرتب واقف يتفرج والشهر أطول من الدخل. طب ليه الديون زادت بالشكل ده؟ أول سبب الغلاء، الدخل واقف والأسعار بتجري. تاني سبب سهولة الاستدانة، يعني إعلان يقولك اشتري دلوقتي وادفع بعدين، بس محدش يقولك هتدفع ده منين. تالت سبب المقارنة، فلان جاب وفلانة اشترت، وننسى ان كل بيت له ظروفه وله طاقته، والبيت اللي يعيش بالمظاهر غالبا يتعب من جواه. المشكلة ان الديون مش بس ارقام على ورق، الديون ضغط نفسي وخناق وقلق من بكرة. اب مش عارف ينام من حسابات القسط، ام شايلة هم المصروف قبل ما الشهر يبدأ، واطفال حاسين ان في حاجة غلط حتى لو محدش قالهم. والاخطر ان الدين لما يكتر بيكسر احساس الامان جوه البيت. وهنا لازم نقف وقفة وعي، رسالة لكل اسرة مصرية بتسمعني دلوقتي. ما تشتريش حاجة مش محتاجها علشان الناس مش هتفيدك بحاجة، ده بالعكس. القسط التزام مش لعبة، ومش كل اعلان فرصة. راحة البيت اهم من شكله قدام الناس. واتفقوا جوه البيت قبل اي التزام مالي. ولو عليك دين ما تخجلش، الخجل مش حل، الوعي هو اللي حل. قلل، رتب، وراجع نفسك. في حديث الليل بنحب نفكر نفسنا، البيت مش اللي فيه احدث حاجة، البيت اللي فيه هدوء. مش كله، مش اللي يدفع اكتر، اللي يعرف يعيش على قده. احفظ بيتك واحفظ اسرارك واحفظ اسرتك واحفظ قلبك من الضغط. آه ونحب نقول رسالة من القرآن، رسالة جميلة، سورة الفرقان آية 67: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. القرآن ما قالناش نعيش قلقانين، القرآن قال لنا نعيش مطمئنين. ما قالناش خليك زي غيرك، قال خليك على قدك. احفظ بيتك بالرضا، واحفظ رزقك بالقناعة، وربنا كفيل بالباقي. تصبحوا على وعي. مع السلامة.